تعالى اقول لك على الصفقات الجديده اللي الزمالك عملها وافضل تشكيل يلعب قدام سيراميكا ويبدا بيه الدوري. الزمالك عمل 10 صفقات في المجمل، هم صفقات مش سوبر بس صفقات دعم بها الفريق ويقدر ينافس بيها واحسن من الموسم اللي فات، وهتقدم اداء احسن ان شاء الله من الموسم اللي فات. صفقات نقول مش سوبر بس حاجه تمشي الفريق، يعني حاجه احسن من الموسم اللي فات. الموسم اللي فات ما كانش فيه صفقات، ما كانش فيه تدعيمات. هنبدا الدوري بلعيبه جديده بمدرب جديد بطموحات جديده، نقدر ننافس على الدوري عادي خالص. سهل ان انت تنافس على الدوري بس تخش كل ماتش تبقى عايز الثلاث نقط داخل الماتش اكني بطوله، تاخد منها الثلاث نقط وتفكر في الماتش اللي بعده. التشكيل اللي اتمنى يلعب بيه قدام سيراميكا يبقى مثلا حارس مرمى محمد عواد، باك يمين عمر جابر، باك شمال محمود بنتايج، قلبين دفاع محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. يبقى يلعب في نص الملعب باحمد ربيع، اتمنى يبدا باحمد ربيع وجنبه محمد شحاته وقدامهم عبد الله السعيد. ده ممكن يبقى احسن نص ملعب تلعب بيه. قدام في الهجوم ممكن تلعب بشيكو زي شمال، يمين ادم كايد، مهاجم يبقى عدي الدباغ. لو بدا بالتشكيل ده قدام سيراميكا انا اضمن له الفوز واضمن له الثلاث نقط في اول مباراه في الدوري. بس يبدا بالتشكيل وينزل يضغط وينزل يغلط دفاع سيراميكا ويلعب هجوم سريع، مش بطء ويتحرك ببطء في الملعب، لا نلعب هجوم سريع.